الأخبار الموجزة ليوم الأربعاء. قال مسؤولون في دائرة الاقتصاد بمقاطعة بلخ إنه تم تنفيذ 100 مشروع تنموي في هذه المقاطعة العام الماضي. وفقا للمسؤولين قد تم تنفيذ هذه المشاريع في مجالات التعليم والصحة وإعادة الإعمار والتنمية الريفية بقيمة 2 مليار أفغاني. صرحت وزارة الصناعة والتجارة تم تصدير منتجات أفغانية بقيمة $2 للأسواق العالمية. أكملت وزارة الأشغال العامة مشروع صيانة الطرق الرئيسية لعاصمة مقاطعة فرا إلى منطقة فرارود بتكلفة 30 مليون أفغاني. في العام الماضي تم تصدير 76,388 طنا من البضائع المختلفة بقيمة $102 مليون من مقاطعة هرات إلى دول أجنبية. أخبرت الإدارة الوطنية للغذاء والدواء في أفغانستان عن إنشاء مختبرات لمراقبة جودة الأغذية والأدوية في 4 مناطق من البلاد. تم الانتهاء من بناء قناة بقيمة $175,000 في منطقة علي شيرو بمقاطعة خوست ودخلت حيز الاستخدام. أشاد حوالي 200 من العلماء وزعماء القبائل وشباب مقاطعة بامیان بأعمال الإمارة الإسلامية وأعلنوا دعمهم للنظام الحاكم في لقاء مع نائب السياسي لرئاسة الوزراء المولوي عبد الكبير.